غرامة لقناة النهار ب100 ألف جنيه بسبب اللي عرضته. المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نزل تصريحات قوية جدا اليومين اللي فاتوا دول، وفرض بعض العقوبات والغرامات على القنوات والبرامج اللي عملت بعض المخالفات، من ضمنهم قناة النهار بغرامة 100 ألف جنيه بسبب برنامج العرافة اللي بتقدمه الإعلامية بسمة وهب. وطبعا البرنامج معروف بأسئلته الجريئة قوي اللي ممكن توصل الضيف للإحراج أو إنه يسيب الحلقة وما يكملهاش. نزل تصريح بالإنذار وغرامة ب100 ألف جنيه عما ثبت من مخالفات في برنامج العرافة. ومش بس كده، تكليف الهيئة العامة للرصد بمتابعة البرنامج والحلقات، وكمان فرضوا عقوبات على قنوات تانية زي قناة الشمس بغرامة 50 ألف جنيه مصري بسبب تجاوزات في حلقة برنامج أصعب سؤال اللي اتذاع بتاريخ 14 مارس 2025 على لسان الضيف هاني الصالحي، وإلزام القنوات الفضائية بعدم ظهوره على شاشاتها، وغرامة على قناة صدى البلد ب75 ألف جنيه مصري بسبب مخالفات في برنامج الماتش اللي بيقدمه الإعلامي إيهاب الكومي. المخالفة كانت بتاريخ 11 مارس 2025. ومش بس كده، تم إيقاف البرنامج لمدة شهر كامل، وغيرهم من قنوات تانية كتير. يعني حاليا بقى في رقابة مشددة جدا وبيتم مراجعة أعمال كتير قوي الفترة دي. قول لي انت ايه رأيك؟